أنا اسمي زيلان كوباني، بس أنا من الرقة، بس حبيت إنه يكون اسمي زيلان كوباني. انضميت على القوات 13/3 قوات اليبجة. أنا قرأت عن الشهيدة زيلان وحبيت كتير شخصيتها القوية. الشهيدة زيلان هي كانت طبيبة، يعني إنسانة مثقفة. ما كان بقلب الحياة ناقصها شيء، تمام. كان كل شيء متوفر، أما كانت هي بداخلها عم تدور عن شيء. انضمت هي وزوجها للرفاق. آه، بعد ما استشهد جوزها، طلعت هي على الجبل. أما لما طلعت على الجبل هي كان في صعوبات، لاقت صعوبات كتير بالجبل، بس هي بإرادتها وتصميمها قدرت إنه توصل رسالة إنه الجسم مو كل شيء. كمان الإنسان لازم يكون عنده إرادة مشان يقدر يوصل للشيء اللي بده إياه. طبعا الشهيدة زيلان تعبت بحياتها بالجبل، كتير تعبت، أما بالنهاية قدرت توصل الرسالة اللي كان بدها إياها بالنسبة لكل امرأة. نحن نعتبرها شعار إلنا، وأنا بفتخر إنه أنا كان رفاق. طبعا أنا أخذت اسم زيلان، بعتبره فخر كتير إلي إنه اسمي زيلان على الشهيدة زيلان، وإن شاء الله أنا كمان أقدر يعني أكمل على طريق الشهيدة. الشهيدة زيلان طبعا هي عمليتها الفدائية، نحن نعرف إنه هي كان رد على العملية اللي حاول اغتيال القائد. طبعا هي اجت رد عليها، فهي كانت تحاول تثبت انه مو بس الرجل يقدر يسوي شيء، كمان المرأة. ونعرف انه هي يعني سوت حالة ان هي حامل، اما دخلت لعند لما انفجرت حال العملية الاستشهادية اللي سوتها هي، كانت رد كتير قوي على العدوان اللي كان بحق القائد. هي أعطت دافع للمرأة، تمام، بس كمان أعطت دافع للكل المجتمع إنه المرأة تقدر تسوي شيء، لأن المرأة صاحبة إرادة وصاحبة عزيمة قوية، وما في شيء راح يقدر يوقف بين المرأة لما يكون بدها شيء ومصممة عليه وفي دافع قوي. المرأة راح تقدر توصل للشيء اللي بدها إياه، إذا كان في عندها قناعة وحب بداخلها لهالشيء هذا. قوة إرادتها وبحثها عن الحرية. أنا كمان بالنسبة إلي أنا كشخصيا، أنا كمان كنت أعمل ممرضة. طبعا بعد تحررنا أنا تواصلت مع الرفاق. أنا تمام، كان بالبيت كل شيء متوفر لي، بس كمان كنت عم دور على شيء، حاس إنه في شيء ناقصني. بعدين اجيت لهون على القوات اليبجة، حسيت حالي إنه أنا يعني بلشت أمشي على الطريق الصح. أنا فخر إلي وتاج كمان على راسي إنه يكون اسمي زيلان على اسم الشهيدة زيلان. وأنا إن شاء الله راح بكل إرادتي وتصميمي وبوعد الشهيدة وبيوم ذكرى استشهادها إنه إن شاء الله راح نمشي على طريقها وراح نكمل مسيرتها، لأن هي ما عملت هالشي بس لحالة أو للمرأة الكردية، لا، هي عملت هالشي لكل امرأة، كانت عم توصل الرسالة إن الامرأة إذا بدها شيء راح تقدر توصل له.